بصراحه، اللي هو احنا كنا مسجونين والحمد لله خلصنا. اشرب ايس كوفي وايه. مش عارفه اوصف بصراحه الشعور ده، بس كان صعب قوي، يعني اللي هو مستنيين النتيجه الثانيه الصبح، كل شويه ندخل على اللينك مش عارف ايه نكتب الحاجات دي صعبه. حضروا بقى ايس كوفي او كوبايه شاي بلبن، عشان انا عامله شاي بلبن دلوقتي، علشان احنا هنطول قوي قوي النهارده، وهنتكلم عن الثانويه العامه او اخر شهر في ثانويه عامه، عشان انا جايه لكم في اخر شهر. ده المج المفضل بتاعي في البيت. هلا سوانيا، واهلا اهلا يا اصدقاء. الفيديو متاخر اكيد اكيد اكيد، ميانيو مقف تبي، معلش يا جماعه. المهم زي ما شفتوا من العنوان، الفيديو عن الثانويه العامه، اخر شهر في ثانويه عامه. دلوقتي احنا الفيديو المفروض هينزل واحنا عندنا اخر شهر في ثانويه عامه، او شهر ونص يعني يعتبر. ولكن عادي، اللي ملحقش هيلحق، اللي مراكم هيلحق يلم، اللي نفسيته مضغوطه هيلحق يشد ويظبط الدنيا. عادي عادي، انا كنت كده ولحقت. البنوته الصغيره اللي هي زهره 22 تحكي لكم قصتها. ده تقريبا اخر فيديو انا كنت منزلاه من ثانويه عامه. مش عارفه بجد يا جماعه، انا كنت بتكلم، انا ايه ده، انا عقلت من بدري قوي، يعني عقلت من بدري وجا استنصح كده من بدري، اللي هو كنت فين من كنت فين من بدري، كنت فين من قبل ثانويه عامه عشان تفهمي الدنيا وتعدي ثانويه عامه وما تغلطيش. بس ما علينا، كان لازم نغلط علشان نتعلم من غلطنا. واطلع اقول لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها في ثانويه عامه، او بمعنى اصح في اخر شهر في ثانويه عامه، علشان كانت الدنيا برضو مش الطف حاجه في اخر شهر. انا معاكم خطوه بخطوه، وبجد بجد مش هقعد اقول لكم انتوا تذاكروا مش عارف ايه عشان تجيبوا تسعينات وبتاع. انا ما جبتش تسعينات اصلا، يعني انا ما جبتش تسعينات، بس والله العظيم ربنا وفقني والحمد لله، كانت الدنيا زي الفل على السنه بتاعتي الصراحه يعني. بس انا جايه عشان حاسه انه في الوقت ده بجد بجد انا كنت محتاجه اللي يقول لي كلام معنوي، مش عايزه كلام ذاكري بقى وعشان تعملي ايه وتوصلي للي انت عايزه، مش عايزه الحاجات دي. انا عايزه حد يطبطب عليا حرفيا، اختكم الكبيره، وعايزه اطبطب عليكم واقول لكم بجد بجد ان انتوا طب الطب. بالنسبه لان احنا في اخر شهر او شهر ونص في ثانويه عامه، وانا متاكده مليون في الميه ان النفسيه مش الطف حاجه، وانه حاسين ان انتوا مجهدين وخلاص بقى، تعب السنه كلها ومش قادرين بقى تذاكروا الشهر ونص دول، وخلاص طاقتكم خلصت وبتاع. بجد بجد حاسه وعارفه بكل ده، وانا مريت بيه، لانه حسيت انه بجد بجد في اخر شهر ونص اللي هو ايه، هذاكر ايه تاني بقى؟ ما انا راجعت وذاكرت وشبعت والكتاب خلص والمراجعات خلصت ومش عارف ايه، وقاعدين نراجع في تدريبات تاني والحاجات دي. ف حاسه ومتوقعه الشعور ده، وحاسه ان انتوا برضو اللي هو ايه، شعور ان انتوا هل ربنا هيحقق لكم اللي انتوا عايزينه، هل ممكن توصلوا لحلمكم فيما بعد، هل مش عارف ايه. كل هذا الذي يدور في ذهنكم متوقع عادي يعني. انتوا بس عايزين تقعدوا كده اتفرجوا على الفيديو بتاعي، اقعدوا اشربوا شاي بلبن، اشربوا ايس كوفي، اشربوا قهوه، اشربوا اي حاجه في الدنيا، واقعدوا وقولوا بسم الله كده، وخدوا نفس طويل وانزلوا تاني. مش عارفه ليه حاسه ان احنا بقينا في يوجا دلوقتي، بس المهم اهدوا بجد والله العظيم. دلوقتي انتوا في اخر شهر ونص من المرحله كلها. اول حاجه عايزاكم تحطوها في دماغكم انه خلاص، انا عملت اللي عليا، ولسه هكمل اخر شهر ونص وهعمل اللي عليا، الباقي بتاع ربنا. المهم ما احطش النتائج في دماغي، احط السعي بس اللي في دماغي، لانه اخر شهر ونص تحسوا ايه، الرشه او التوابل اللي احنا بنحطها في الاخر دي، هي دي خلاص بقى الخلاصه يعني بتاعت ده كله، بتاعت الثانويه كلها. دي حاجه عايزاكم تحطوها في دماغكم، انه بجد بجد خلاص، يعني انتوا هترشوا رشه ملح وخلاص، خلصت صينيه البطاطس بجد. عايزه اكلمكم عن الحاجات اللي انا وقعت فيها في اخر شهر ونص في ثانويه عامه، والعبره منها. وانا فقت، يعني انا فقت بعدها تقريبا، بس مش عايزاكم تقعوا فيها. خلاص انتوا في اخر شهر ونص تقريبا، شهر خلاص يا جماعه. وانا كمان يعني انا عندي امتحانات برضو، بس ما علينا، انتوا اولى دلوقتي، انتوا اولى. فدلوقتي انتوا في اخر شهر ونص او اخر شهر، مش عارفه ليه معلق معايا شهر ونص عشان امتحاناتي. بس المهم خلاص فاضل تكه على نهايه الرحله، اللي هو ايه، خلصت الحكايه، ما خلاص احنا في اخرها. وصلنا للنهايه، مش عارفه بنحطها ونبقى حزنانين، هي دي. فعايزاكم تفتكروا انها خلاص فعلا الحكايه خلصت. ما تركزوش في حاجه غير انتوا بجد بجد تخيلوا شكلكم كده بعد ثانويه عامه،
بعد ما خلصتوا السنه، بعد ما النتيجه طلعت، بعد ما الحمد لله التنسيق بتاع الكليه نزل، بعد ما دخلتوا الكليه، بعد ما حققتوا حلمكم ودخلتوا الكليه اللي انتوا عايزينها. تخيلوا، تخيلوا. لا، وهاتوا ورقه وقلم واكتبوا، والله العظيم بجد، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا انتوا بعد ثانويه عامه هتروحوا فين بجد. قبل الشهر ونص دول، او انتوا حاليا بتتفرجوا عليا، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا انا هدخل كليه كذا، انا هبقى في جامعه كذا، انا هعمل كذا وكذا 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 وكذا، وهيبقى ان شاء الله معايا فلوس وهعرف اصرف على نفسي، هعرف احقق اللي انا عايزه، كل حاجه كل حاجه. تخيلوا نفسكم يا جماعه، عيشوا، عيشوا ما بعد ثانويه عامه. هتحسوا نفسكم ان انتوا غرستوا كده حقن الدوبامين، اللي هو الله الله، يعني انا جاي على الشهر ده وما ذاكرش وخلاص بقى خيب بقى وبتاع وكنسلت ونفسيتي وصحابي ومش صحابي هتكلم عليها دلوقتي بس ايا كان، وتخيبوا بقى، هنخيب على اخر شهر. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعنيش، الكلام ده ما ينفعنيش. هي دي الحاجه اللي انا وقعت فيها، ان انا خلاص حسيت ان انا طاقتي خلصت. تعبت من ان انا اروح الدروس اصلا. يعني انا فاكره ان انا كويس قوي اخر شهر او شهر ونص دول، حسيت ان انا فعلا كنت بروح الدروس متاخر، في دروس كنت باجلها ما كنتش بروحها. كنت حاسه ان انا هروح اعمل ايه، ما انا كده كده هراجع اللي انا راجعته قبل كده، كده كده انا حافظه الدرس ده، هو بيراجع عليه تاني، الابلض مش عارف ايه. بجد انا ندمانه يا جماعه، انا لحد دلوقتي اللي هو ليه عشان حاجات تانية انا كنت شغله دماغي بيها، هقول لكم عليها دلوقتي. فالناموسه دي مضايقاني. طب انا رشيت دلوقتي، انا رشيت، هي ايه يا جماعه؟ الشاي بلبن ده مصلح للاحوال النفسيه والعاطفيه والجسديه والروحيه وكل حاجه في الدنيا، والمذاكره برضه. دي من ضمن الحاجات اللي بجد كانت شاغله بالي في اخر شهر، اللي هو كنسلت دروس ما كنتش بروحها، كنت بروح متاخر، كنت حاسه ان الدنيا مش الطف حاجه معايا. وفي نفس الوقت كنت حاطه النتيجه في دماغي، اللي هو طب انا لو ما وصلتش، طب انا لو ما حققتش، اهلي هيقولوا عليا ايه، خالاتي هيقولوا عليا ايه، آم المصاريف اللي اهلي صرفوها هيرجعوا يقولوا لي ده احنا صرفنا عليكي وعملنا. طب هو ربنا ممكن لا قدر الله ما يقفش معايا وما حققش حلمي، الحاجات دي ممكن ما اطلعش مع منى الشاذلي وبتاع وكلهم يطلعوا وانا لا. عارفه اللي هو كده، صحابي كلهم مش عارف ايه، عارفه اللي هو عايزه ادب في دماغي كده اهو. انا اللي هو انت تفكري كده ليه؟ على فكره فاكره بجد اللي انا كنت بعمل ايه يعني. بس فقت بعدها وقلت لا، انا لازم اركز في اخر شهر ده وحرفيا حسيت ان انا ايه، بقيت مصحصحه، بقيت خلاص بقى، اللي هو لما حطيت في دماغي انا عايزه اوصل لايه، عايزه اعمل ايه بيها. كنت بجد عايزه ادخل ما علينا يعني، وكنت عايزه اسافر بقى ومش عارف ايه والحاجات دي وكده يعني. دلوقتي انا بقى في سنه رابعه جامعه، انتوا بتهزروا؟ ما علينا، كل شويه هقول لكم انتوا بتهزروا في سنه، بتهزروا فعلا. من الاخطاء الغلط اللي انا مش عايزاكم تقعوا فيها، واللي انتوا لو كنتوا بتعملوها دلوقتي، لا لا، اكس 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 كده، ما تعملوهاش بجد. زي ما انا قلت لكم، هاتوا ورقه وقلم واقعدوا اكتبوا، تخيلوا حياتكم ما بعد الثانويه العامه. جماعه والله العظيم انا لو بجد كنت عملت الفيديو ده من بدري وقلت لكم، كنت هقول لكم يا جماعه استمتعوا بثانويه عامه، واخر شهر شهر ونص استمتعوا بيها. والله العظيم انا بجد مشتاقه للايام اللي انا كنت بروح فيها الدروس، اشوف كل اصحابي، حتى ما كانش ليا علاقات قد كده، بس اشوف كل اصحابي موجودين، الاستاذ وهو بيشرح لنا قاعده كذا مش عارف ايه، الاستاذه وهي بتشرح لنا التاريخ بتاع محمد علي واخواته، وتقعد تقول لنا اعملوا كذا واعملوا كذا علشان كذا، والسؤال ده لما يجي هتجاوبوا عليه كذا. صحابنا كلنا واحنا بنسمع، بنحاول نجيب السؤال لحد ما اصحابنا اللي قبلنا يحل السؤال، احنا بنحاول نجيب السؤال بتاعنا وبنعد بالدور عادي جدا. يعني اقول لكم الحاجات دي كنا بنعد الدور. كل الحاجات دي اقسم بالله انا مشتاقه لها. انا نفسي يوم يرجع تاني، ارجع اقعد في الديسك كده وحد يعدي عليا يسالني سؤال وبتاع وما جاوبش عادي، كنتش بجاوب برضه في نص الاوقات. فاللي هو والله العظيم انا مشتاقه لها. فانا عايزاكم اخر شهر شهر ونص دول تستمتعوا بيها. والله هي سنه زي اي سنه حرفيا. ده اللي انا اكتشفته يعني، ده اللي انتوا اصلا هتحسوه لما تطلعوا منها، هتحسوا اللي هو الضغط كله اتشال، كل النفسيه اتشالت، كل حاجه حرفيا اتشالت. لا اللي هو ايه ده، ثانويه عامه عادي عادي يعني، ما فيهاش اي حاجه. ف بجد انا من موقعي هذا من سنه رابعه جامعه، وهتخرج ان شاء الله على خير يا رب. انا مشتاقه للثانويه عامه، ومشتاقه للدروس، مشتاقه للمرمطه، مشتاقه لكل حاجه، لان انتوا اصلا ما بعد ثانويه عامه هتكتشفوا ان الحياه اكبر بكتير، اكبر بكتير من درس الساعه 7 7 ونص وتخلصوه وترجعوا تاني. يا الله يعني بجد مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه اشوقكم يعني، فايه يلا بقى.
بس فانا عايزاكم بجد زي ما انا قلت، حاسه ان انا قلتها دي لتالت مره اقولها، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا اللي انتوا عايزينه، اكتبوا حياتكم ما بعد ثانويه عامه. حد يجي يقول لي طب ما ممكن ما تتحققش، طب ما ممكن مش عارف ايه، اقداركم تؤخذ من افواهكم عادي يعني. فانتوا بجد مجرد ما تفكروا في الحاجه وتدعوا كتير يعني، وتحسوا اللي هو ايه، خلاص انا ان شاء الله ربنا هينول ان شاء الله ان ربنا هينول الحاجه دي، ان شاء الله ربنا هيقف معايا، ان شاء الله ربنا هيسهل لي طريق وهوصل لحاجه زي دي، ربنا هيوديك. ولو ربنا ما ودكش الحته دي فهو هيوديك حته تانية الطف واحلى واجمل، ويعني ورحمه وحاجات كتير، حاجات كتير حلوه قوي من ربنا بجد. فالمهم ان انت ايه، تفكر وتخلي إيه يعني تفكيرك تفكير ايجابي، ان انت ان شاء الله هتوصل لحاجه زي كده. وان شاء الله الشهر ونص دول هتتعب على نفسك قوي، هتراجع تاني وتالت، هتروح الدروس، هتنزل مع اصحابك، هتنظم وقتك بطريقه تخليك تحس ان انت مش مضغوط. لانه مش هينفع اقول لك اقعد على الكتاب 6 ساعات، انت لو ما قعدتش 6 ساعات يبقى انت ما ذاكرتش حاجه، يبقى انت فاشل، يبقى انت مش هتوصل. ليه اظبط وقتي، ممكن اعمل تايمر اظبط الدنيا دي وكل حاجه هتظبط. فليه بجد. فدي من ضمن الحاجات. حاجات تانية بقى، النص اللي هو تقريبا كان كام في المية، ممكن 70 80% من ثانوية عامة، ومن الأخطاء اللي أنا كنت بعملها في ثانوية عامة وكانت بتدمرني يعني نفسيا، أصلا كانت الدنيا مش ألطف حاجة نفسيا، اللي هو الصحاب. الصحاب يا جماعة دول بمعنى اصح الصاحب ساحب زي ما هما بيقولوا، والله العظيم. اللي هو انت صاحبك بيجرك على حاجه معينه، خلاص غصب عنك هتروح معاه. صاحبك بيجرك ان انت تروحوا دروس، تراجعوا، تنزلوا مش عارف ايه، تراجعوا سوا، نفس الحوار. طيب اخر شهر، شهر ونص، صحابي اعمل فيهم ايه؟ بجد صحابي على عيني وعلى راسي. لو احنا صحاب قريبين، لو احنا مش عارف ايه، لو عرفتوا تروحوا الدروس سوا تمام، بس ما فيهاش اي تأثير ما بعد الدروس بقى، بنقعد نلف، مش عارف هشتري ايه، مش عارف اصل انا كذا فهاجي معاك، الحاجات دي يعني انا كنت بعملها. فلو انتوا بتعملوها اخر شهر، شهر ونص دول تقطعوها والله العظيم. ف صحاب على عيني وعلى راسي. دنيتنا حلوه زيك الله يسلمك وبتاع، بس انا عندي مش عارف ايه، عشان مش عارف ايه، عشان احنا المفروض نصحى لبعض وعندنا امتحانات ولازم نذاكر. ده اخر شهر في ثانويه عامه، فما فيهاش هزار الصراحه. فبالنسبه للصحاب ما نركزش برضو في انه بصراحه مش عارفه البوينت دي فيكم ولا لا، بس انا اتمنى انه يعني ما نركزش مع اصحابنا ده عمل ده سوى، دي شطوره في بوينت معينه، دي كذا دي كذا، ما ركزش مع حد. انا عايزه، بصوا يا جماعه، عايزه مرء عيني ده ومرء عيني ده، انا عامله كده ولا شايفه هنا ولا شايفه هنا ولا كده كده، انا مركزه في طريقي، ما ركزت مع ده ولا مركزت مع ده، مركزت مع اي حد، انا مركزه في حالي، انا اظبط نفسي، انا ايه اللي واقعه فيه، ايه اللي ناقصني، ايه الدروس اللي ناقصاني، ايه الحاجات اللي انا ما راجعتهاش، كل حاجه زي ما قلت برضو ورقه وقلم وهكتب كل ده. فمركزش بقى هي ناقصها ايه وهي اصلا مش عارف ايه وهشرح لها وتشرح لي وبتاع، انسوا الحاجات دي. اخر شهر، شهر ونص مع نفسكم انتوا بس حرفيا. فبالنسبه لموضوع الصحاب، مع نفسك، انت صاحب نفسك حرفيا، صاحب نفسك حبيبي، اعمل لك مؤقت وتايمر، ذاكر مع نفسك، تاخد بريك مع نفسك برضو، ممكن تاخد ورد قرآن او تستغفر او تسبح الحاجات دي كده. فما تقولش بقى هكلم زميلي اشوفه عمل ايه، هكلم زميلتي شكلها رجعت الدرس كذا نراجع سوا، مش اقطعوا الحاجات دي، اقطعوا الحاجات دي يا جماعه، ركزوا مع نفسكم. دول كانوا اكتر حاجتين اخر شهر، شهر ونص هيبقوا مأثرين عليكم بشكل كبير، سواء صحاب، سواء انتوا وتفكيركم ما بعد ثانويه عامه، اللي هو هنروح فين وهنيجي منين، طب حلمنا هيتحقق ولا لا، طب ربنا مش عارف هييسر لنا الطريق ولا لا، كل الحاجات دي. فشيلوا النتائج من اذهانكم خالص، شيلوا الصحاب من دماغكم خالص، شيلوا كل حاجه، ما تحطوش حوار المقارنه، عشان بجد حوار المقارنه ده كده كده هعمل لكم كده. لو كنتوا قدامي ما تقارنوش نفسكم بحد خالص خالص خالص، ما تقولوش هي خلصت، هي ذاكرت، هي عملت وانا لسه واقفه، لا 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 والله العظيم. جماعه انا كنت لحد شهر 3 تقريبا كنت لسه بقول بسم الله في المنهج كمراجعه. ناس اللهم بارك اللهم بارك من صحابي كانوا مراجعين وبيذاكروا اول باول، انا كنت لسه بكتشف الدنيا عامله ايه، يعني اللي هو المفروض نراجع ايه وبتاع، علشان انا كنت مركزه في حوارات انا بجد ما كنتش عايزه اركز فيها. ولو رجع بيا الزمن ممكن لو انا كنت اخت كبيره ليا اخت صغيره، اللي هو ده كنت عاملاك كده، كنت عاملاك كده، ركزي في نفسك، ركزي في نفسك، ما تركزيش في حد، ابوس ايدك فوقي، عشان بجد ما حدش هينفعك غير نفسك والله العظيم. معظم ثانويه عامه انا كنت بعاد كتير قوي، فمش عارفه ليه انا ليه قلت كده يعني، ما علينا. حاسه انتوا صحابي قوي فقلت لكم، بس بجد بجد ثانويه عامه دي اثرت او عملت علامه كده، اللي هو ايه، من ساعتها بقى حسيت ان
المفروض ان احنا نفوق لنفسنا اكتر، نفوق ونركز مع نفسنا احنا اكتر، نسمع نفسنا احنا اكتر. هنسمع نفسنا احنا اكتر ازاي؟ لما نركز مع نفسنا وورقه وقلم ونكتب احنا عايزين ايه. بس ندخل على النصائح من اختكم الكبيره اللي ان شاء الله هتتخرج. ادعوا لي اتخرج على خير عشان الدنيا مش الطف حاجه الفتره دي، بس ادعوا لي علشان كلنا نتخرج سوا وكلنا نقابل بعض بقى والحاجات دي ما علينا. فدلوقتي هقول لكم شويه نصايح من القلب بجد بجد تعملوها في اخر شهر في الثانويه العامه علشان اموركم تظبط. بس انا عايزه ورقه وقلم يعني، بليز يعني ممكن ورقه وقلم، عشان ورقه وقلم احنا هنظبط الدنيا مع بعض والله العظيم، ما تكسلوش يعني، ورقه وقلم. بالنسبة للناس اللي لسه ما خلصتش مراجعة أو لسه بتقول بسم الله في المراجعة، أو حاسة إنها لسه ما لمتش الدنيا، حاسة إن مش عارف إيه، عادي جدا 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 جدا. مش هقولك ومش هلومك وانتي ما رجعتيش من الأول ليه والحاجات دي، عادي جدا. ما لا يدرك كله لا يترك كله. حلو، إحنا هنجيب ورقة وقلم، المواد اللي علينا هنقسمها، هنشوف إحنا ناقصنا إيه في كل حاجة ونراجع ونظبط دنيتنا ونعمل تايمر 50 دقيقة نص ساعة على حسب دماغنا بتستوعب قد ايه، ونظبط دنيتنا. احنا بجد والله العظيم لو مشينا الحوار ده الشهر ده بتنظيم، الدنيا هتظبط، الدنيا هتظبط. وفي بريك عادي، في بريك جدا، بس مش البريك الاوفر اللي خلينا نقعد سكرول على التليفون ونكلم صاحبتنا خلصت موادها ولا لا، ونكلم مش عارف مين، وهطلع اجيب حاجه لماما وهنزل العب ماتش كوره ومش عارف ايه والحاجات دي. انسوا الحاجات دي، لا. احنا بس هناخد بريك خفيف، ممكن بريك قراءة سورة ياسين. بجد على فكرة يا جماعة السورة دي يعني جميلة جدا، كنت حاسة انا اول ما اقراها احس ان انا هاكل الكتاب اكل والله العظيم. بركة ورزق وحاجة جميلة، وتحسوا نفسكم مفتوحة. انا كان بجد نفسي والله العظيم كنت بقرأ لما اجي اذاكر ما بقراش، انا عارفه اللي هو عيني شايفه الكلام بس ما فيش حاجه بتدخل هنا خالص. فلما قرات سوره ياسين الدنيا ظبطت والله العظيم بجد. فزي ما احنا قلنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، احنا هنظبط نفسنا، هنعمل جدول لينا، هنعمل تايمر، الحاجات دي اكيد انتوا عارفين الحاجات دي. ويعني حاسه ان الحاجه دي بقت بديهيه ان انتوا تعملوها يعني معروفه. ونعمل نذاكر مع استاذي وزميلي اللي انا كنت بعملها الصراحه كانت تحفه الصراحه، بتفرق معايا يعني. فانتوا ممكن تعملوها سهله جدا، مفيش اي حاجه. برضو هنعمل حاجه جميله جدا، ورقه وقلم واكتبوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها وادعوا ربنا بيها. والله العظيم يا جماعه انتوا فكره ان انتوا بتكتبوا الدعاء علشان تدعوا بيه ربنا وتفتحوا ايديكم كده وتدعوا ربنا، حاسه ان ربنا كده اللي هو ايه، ده يعني عايزين نتقبل دعائهم و رافعين ايديهم علشان عارفين ان انا مش هردها. الحاجات دي جميلة، الحاجات دي لما تستشعروها هتحسوا اللي هو الله بجد. اكتبوا كل حاجة انتوا عايزينها، اكتبوا انتوا نفسكم في ايه، نفسكم في نيتكم يعني، جددوا النية برضو. بالنسبة لي الصراحة حاجة كنت بحب أعملها إن أنا كنت بقرأ سورة ياسين قبل ما أذاكر. بجد بجد كانت حاجة في منتهى الجمال، بجد بجد والله والله والله. كنت أول ما أقرأ أحس إن أنا خلاص المعلومات بتثبت، مش بتثبت، لا أنا فاهمة، أنا فاهمة أنا بقرأ إيه. ده غير إن أنا قبلها يعني فترة بقى في ثانوية عامة اللي هو لا، ما كنتش عارفه اركز، ما كنت بقرا الكلام ما فيش، ما بيدخلش في دماغي في الحاجات دي. فالمهم يعني ما تشغلوش بالكم بيا، الحمد لله ان احنا عدينا. المهم اقرأوا سورة ياسين قبل المذاكرة، خلوا في ورد قرآني صفحة صفحة نص صفحة، خلاص خلاص نص صفحة نص صفحة بجد. المهم كل يوم كل يوم ورد قرآني في البريك بتاعكم، 5 دقايق بريك او 10 دقايق بريك في الاوضه بتاعتكم، ما تطلعوش بره الاوضه عشان انتوا لو طلعتوا هتتلهوا بالملهيات اللي بره، حاجه حلوه في الصلاه تاكلوها، مش عارف تخشوا المطبخ تشوفوا ايه في الثلاجه. بجد بجد كنت بعمل الحاجات دي يعني. فما تطلعوش بره الاوضه، لا انتوا قاعدين في الاوضه، السباحه بتاعتكم استغفار 100 مره، صلاه على النبي 100 مره، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره، لا اله الا الله 100 مره، الحاجات دي. فممكن تاخدوها كل بريك يعني كل 10 دقايق في البريك بتاعكم تقولوا حاجه معينه، تقولوا ذكر معين، تركزوا يعني حتى تبصوا من الشباك بتاعكم على السماء، الحمد لله بنتنفس عايشين بنذاكر، ان شاء الله ربنا هيتقبل دعائنا ونبقى بعد ثانويه عامه حاجه. الحياه حلوه، الحياه حلوه، فبصوا لها بنظره جميله والله العظيم. كل ما تبصوا للدنيا والحاجه يعني في الحياه اللي انتوا عايشينها او الاحداث اللي انتوا عايشينها دلوقتي اللي هو انا ثانويه عامه وبتاع، تبصوا لها بنظره تفاؤليه او تبصوا لها بنظره اللي هو ايه، يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا واثقه في ربنا، هو خلاص هينور لي الطريق، هيوفقني، بصوا يعني كده والله العظيم بحس ان الله ربنا معايا يا جماعه، انتوا بتهزروا، ربنا معايا. فبجد ما تقلقوش والله العظيم، ما تقلقوا، حطوا بس الفكره دي في دماغكم هتلاقوا الدنيا بجد والله العظيم.
فورد قراني سوره ياسين قبل ما تفتحوا الكتاب وتذاكروا الاذكار، كل 10 دقائق بريك، لما تاخدوا بريك، سواء بقى هتذاكروا نص ساعه او 50 دقيقه براحتكم، يعني ايا كان انتوا دنيتكم ايه ونظام سيستمكم ايه. وكمان الدعاء زي ما انا قلت، الدعاء ده حاجه جميله اصلا. مجرد ما يعني ترفعوا ايديكم وتدعوا، تحسوا ان انتوا يعني انتوا واثقين في الشخص اللي هيوفق لكم الدنيا وهيتقبل. يعني خلاص هو خلاص مفيش اوبشن تاني ان هو يقول لا، بجد والله العظيم. فدي حاجه مريحاني، عشان كده انا بقولها لكم، ادعوا كتير قوي، والله العظيم ادعوا كتير قوي كتير قوي كتير قوي. وخليكم انانيين، ادعوا ان انتوا يا رب وفقني علشان انا عايزه ابقى كذا، علشان انفع اهلي، علشان انا عايزه اوصل لكذا، عشان انا عايزه ينتفع بيا كده. فخلوا النية بتاعتكم الإخلاص، خلوا النية بتاعتكم إن أنتوا فعلا عايزين توصلوا لحاجة معينة علشان تفيدوا بيها الناس، وفي نفس الوقت تفيدوا نفسكم، تفيدوا أهلكم، تبقوا مبسوطين بنفسكم، تحققوا نفع للدنيا دي. يعني إحنا مش جايين الدنيا دي وخلاص، لا، إحنا شفتوا الناموسة؟ انتوا شفتوها، والله شفتوها. إحنا جايين الدنيا دي علشان ربنا حطينا علشان نبقى سند او عون او مساعده لغيرنا. ان شاء الله ربنا يقدرنا على ده. يعني يا جماعه ان شاء الله والله هتوصلوا. انا حاسه ان انتوا الدفعه الجميله اللطيفه ان شاء الله هتوصل بجد. حاجه مش عارفه انتوا كنتوا متوقعين ممكن اقولها لكم ولا لا، بس الثانويه عامه من الطف، يمكن مش من الطف يعني لطيفه، لا لا، يعني كانت تقيله عليا انا بالنسبه لي انا شخصيا. يعني كانت رحلتي فيها كانت يعني شويه الصراحه، ولكن كنت بحب اوثق. انا كنت بحب اوثق ذكريات. هي سنه واحده، فليه انا ما اوثقهاش؟ انا مش هعيشها تاني، اوثق وانا رايحه الدروس، او طبعا مش بقول لكم ترفعوا التليفون تقعدوا تصوروا بتاع، لا، اوثقوا الرحله صور عادي. فكره كويس قوي، في اخر حصه في ثانويه عامه قعدنا نوثق فيديوهات مع الاساتذه بتوعنا، ويدعوا لنا ويا رب مش عارف ايه، ويا رب توصلوا ويا رب تتجوزوا. بجد الحاجات دي لسه فاكراها لحد دلوقتي لان هي لسه موجوده. ف اعملوا ذكريات، لان انتوا مش هتعيشوا السنه دي تاني، هي سنه واحده في مراحلكم التعليميه كلها، مش هتعيشوها تاني. فحاولوا توثقوا ذكريات تتبسطوا فيها، والله بجد يا جماعه. ما بعد ثانويه عامه مش عايزه افاجئكم، بس هو اتقل من ثانويه عامه، مش نفس اللي انتوا بتعملوه. انتوا بالعكس، انتوا دنيتكم متنظمه اكتر بكتير من الجامعه. فبجد بجد السنه دي لطيفه، عيشوها اتبسطوا فيها. خلاص اخر شهر في ثانويه عامه، اتبسطوا بيه، كونوا ذكريات. ما تحطوش في دماغكم النتيجه النهائيه هتبقى ايه، ولكن كونوا على يقين ان والله 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 كمان مره ربنا هيوديكم في المكان اللي انتوا تستحقوه. ربنا هيوديكم في المكان اللي شايف ان انتوا هتجيبوا فيه من الاخر بجد. ربنا عالم بقدراتنا، ربنا عالم احنا فينا ايه، الحاجه اللي احنا ممكن مثلا ما نكونش شايفين قدرتنا فيها، لا هو عارف اننا خلاص زهره انا حطيتها في المكان الفلاني، انا عارف انها هتجيب فيه، عارف انها هتبقى كويسه فيه، عارف ان ده هيبقى اشطر ليها، عارف ان ده هينور لها الدنيا في حاجات تانية كتير. فلا، ما تضايقوش، يعني ما خلوش عندكم قصر النظر كده اللي هو ايه، انا لو ما دخلتش الحاجه دي يبقى ربنا مش عارف ايه، وان انا مش هعرف اوصل كذا، واكيد ابدا ابدا ابدا. ما تحطوش، ما تفكروش اصلا، ما تفكروش في حاجه زي كده. بالعكس، انتوا معاكم ربنا، خلاص 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 خلاص. غير كده اصلا ربنا عارف ان انتوا تعبانين نفسيا، جسديا، علشان بتسهروا كتير اكيد، يعني علشان تروحوا الدروس، ده مجهود بدني. اهلكم كمان تعبانين، انتوا ثانويه عامه تقريبا ثانويه البيت كلها، يعني البيت كله في ثانويه عامه مش انتوا بس. فربنا عالم بده كله، فاكيد اكيد هيفرحكم من واسع والله العظيم. ومش لازم، مش لازم يا جماعه كلمه ان انا ربنا هيديني فهجيب 93، هجيب 97، مش عارف ايه، هروح مش عارف ايه، وهطلع مع كذا وهصور في يا جماعه كل دي كانت احلامي، عادي عادي. ان انا كنت وقتها برضو بفكر ان انا اطلع مع منى الشاذلي بقى، وهتعمل معايا لقاء ومش عارف ايه، وهقول لها قصتي في ثانويه عامه وقد ايه انا كنت بعاني ما علينا، عادي. كل الحاجات دي حلوه. انا قلت وفكرت في ان انا عايزه اعمل حاجه زي كده، بس ان شاء الله ممكن ربنا ينولها لي بعدين، لسه عادي يعني، لسه ما اتحققتش بس عادي. فحطوا في دماغكم ان في حاجه كويسه هتحصل ليكم، وربنا هيحط لكم الحاجه الكويسه اللي هتحصل لكم ان شاء الله تبقى احسن من اللي انتوا توقعتوه. النيه بتاعتكم مع ربنا، طول ما ان انتوا في دماغكم انا ربنا هيديني، انا ربنا معايا، انا بس هعمل اللي عليا. عموما لازم تشتغلوا على نفسكم، مش تقعدوا خلاص تقولوا ربنا معايا وبتاع بس انا ماليش نفس المذاكره. فاضيين احنا،
ذاكروا واعملوا اللي عليكم، اخر شهر استمتعوا بيه، اعملوا ذكريات، ادعوا كتير، الورد القراني ما تنسوهوش، نظموا دنيتكم في اخر شهر في ثانويه عامه. بجد بجد ما تضغطوش على نفسكم وتقولوا كذا يا جماعه، والله العظيم بسطوا الدنيا، بسطوا الدنيا على نفسكم. انتوا مش في صراع، انتوا مش في حرب، انتوا مش في اللي هو ايه لازم اجري والحق بقى وبتاع، اصل زميلي خلص، اصل زميلتي مش عارف ايه. اهدوا اهدوا، صلوا على النبي بس كده في قلبكم، واعملوا سبسكرايب ليا، الدنيا هتبقى الطف حاجه بكتير، والله العظيم الدنيا لطيفه جدا. اعملوا سبسكرايب بس، روحوا تابعوني الانستا وتعالوا. اختصر الفيديو في ان انتوا اول حاجه تركزوا مع نفسكم، تركزوا مع نفسكم، تركزوا مع نفسكم، وما تقارنوش نفسكم بحد، ما تقارنوش مجهودكم بحد، ما تقارنوش اي حاجه في الدنيا بحد، خليكم مع نفسكم كده كده، تركزوا مع نفسكم على طول. وادعوا كتير، صلوا، ما تسيبوش فرض، ما تسيبوش فرض، ما تسيبوش فرض يا جماعه، ما تسيبوش فروضكم. علشان في سبيل ان انا كنت بذاكر ومش عارف ايه، لا ما تسيبوش الفروض بتاعتكم. سورة ياسين قبل ما تذاكروا، وافتكروا ربنا دايما في ان انتوا بتذاكروا علشان توصلوا لحاجه معينه، علشان تساعدوا الغير، علشان نفسكم برضو في نفس الوقت، اللي هو ايه انا هوصل لحاجه معينه علشان افيد غيري وفي نفس الوقت انا استفاد كده. هي ما تجيش غير كده عموما. الصحاب رزق، ولكن الصاحب ساحب برضو، فتركزوا مع نفسكم في اخر شهر، تسحبوا انتوا نفسكم انسحاب تكتيكي كده، ذاكروا مع نفسكم، ركزوا مع نفسكم، مالكوش دعوه بده خلص ده ذاكر ده راجع ده مش عارف ايه، ركزوا مع نفسكم انتوا بس. بجد والله 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 هتوصلوا ان شاء الله، ان شاء الله هتيجوا اخر السنه وهتكتبوا لي ان انتوا ان شاء الله وصلتوا للي انتوا عايزينه واكتر بكتير، وربنا عوضكم، انا متاكده من ده كله، لان ربنا مش بيضيع تعب حد، وربنا هيحطكم في المكان اللي انتوا تستحقوه، ان هو شايف ان المكان ده هو ده الانسب ليكم. وما تنسوش انه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فتركزوا في اللي عندكم دلوقتي، وتعملوا جدول لنفسكم، هتلاقوا الدنيا اتبسطت خالص. تعملوا تايمر لنفسكم، وما تحطوش لنفسكم ان انتوا لازم تذاكروا ال6 ساعات ال7 ساعات، لا ركزوا مع نفسكم واهدوا بس كده بالراحه، والدنيا هتتظبط والله العظيم. ما تتفرجوش على فيديوهات اللي بيقولك اخر شهر في ثانويه عامه ازاي تجيب 99 في اخر شهر، ازاي تجيب 101% في اخر شهر، ازاي مش عارف ايه. يا جماعه انتوا لو ما بداتوش بنفسكم انتوا مش هتجيبوا. ركزوا مع نفسكم، ركزوا مع ربنا، ركزوا مع الدنيا اللي عندكم، شوفوا انتوا ناقصكم ايه واعملوا جدول ليكم وبس. نفسية اللي جاب 99 غير نفسيتك دلوقتي، نفسية اللي جاب 101% غير نفسيتك، غير دنيتك، غير حياتك، غير بيئتك، غير كل حاجة. يعني دي ترجع لنقطة المقارنة برضو، ان انتوا ما تركزوش مع حد ده دنيته غير دنيتك خالص. فركزوا مع نفسكم يا جماعة، ركزوا مع نفسكم يا جماعة، ركزوا مع نفسكم يا جماعة، بالله عليكم اتبسطوا، عيشوها وانتم مبسوطين، والله والله مش هترجع تاني. هي سنة واحدة، هي سنة واحدة في العمر، زي الفرح كده، زي التخرج، هي سنة واحدة، ثانوية عامة مفيش غيرها تاني. فاتبسطوا بيها، اعملوا ذكريات فيها، اشكروا اساتذتكم اللي هم ادوكم، لان انا بجد لحد دلوقتي انا ممتنة لكل الاساتذة اللي ادوني في ثانوية عامة، لسه فاكراهم واحد واحد، بتوع الاعدادي بتوع الابتدائي برضه لسه فاكراهم، لانه بجد حاسة ان هم ليهم فضل عليا، لان هم كانوا يعني معايا طول السنة كلها، اللي هو حاجة كبيرة قوي، حاسة ان هم حاجة كبيرة والله العظيم. فبشكرهم من هذا الفيديو، من موقعي هذا اشكر كل مدرسيني في ثانوية عامة، لان بجد بجد مجهودهم لا يضاهي، يعني انا محتاجاهم في الكلية والله العظيم. فبجد بجد اشكروا اساتذتكم، هاتوا لهم حاجة حلوة والله العظيم، يعني حاسة ان الموضوع لطيف بجد، حاجة جميلة هيفتكروكوا فيها بعدين يعني بصراحة. يعني خليكم ممتنين للسنة، وان انتوا بجد بجد انا متأكدة مليون في المية ان انتوا اتعلمتوا منها حاجات، وما زلتوا هتتعلموا في اخر شهر حاجات متأكدة، وفي الامتحانات هتتعلموا برضو، يعني هتطلعوا منها. ممكن نتكلم بعد ثانوية عامة عادي، يعني خدوها كدرس ليكوا، او خدوها كتجربة ليكوا، انتوا عايشين تجربة، انتوا مش عايشين سنة تعليمية، انتوا عايشين تجربة بتتعلموا فيها، علشان فيما بعد الثانوية العامة تجارب جديدة كتيرة جدا، يمكن زي ما كانت الثمرة او البذرة بتاعت ثانوية عامة في حياتي برضو، وبعدها نبتت الثمرة يعني تقريبا يعني. انتوا برضو كده انا متاكده ان انتوا هتعيشوا تجارب وهتتعلموا من ثانويه عامه، وهتطلعوا من بعد ثانويه عامه متعلمين ان شاء الله، فاهمين واعيين ان شاء الله ان شاء الله، وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. فبس يعني مش عارفه اقول ايه تاني، بس حاسه ان انا قلت تقريبا كل حاجه. يعني بصوا، بطبطب عليكم، انا بطبطب عليكم دلوقتي، اللي هو انتوا شطورين والله العظيم، فكملوا للاخر حاسه عايزه اعيط. كملوا للاخر هتوصلوا، بجد بجد ان شاء الله هتوصلوا، وربنا هيعوضكم باحسن حاجه، بجد ربنا هيعوضكم، انا متاكده من ده كله. فحطوا امركم في ربنا كتير، وادعوا كتير. وجماعه
مذاكرتكم بس، يعني في الامتحانات ان شاء الله لما تيجوا توصلوا لحته الامتحانات مجهودكم انتوا بس، ما تاخدوش مجهود الغير، ما تغششوش حد، ما تاخدوش اجابات من حد، مجهودكم انتوا بس. والله اقسم بالله ربنا هيكرمكم من وسع، يعني بجد ربنا هيكرمكم. مش عارفه الكلام بيتلعثم ليه دلوقتي. ربنا هيكرمكم من وسع. فركزوا مع نفسكم. حته ان انا اقول لصاحبي الاجابه وبتاع، ابدا ابدا بجد اقسم بالله لو لقيت حد فيكم بيقول لي مش عارف ايه، لا لا هنزعل من بعض. فمجهودكم انتوا، ركزوا مع نفسكم انتوا، اجاباتكم بنفسكم انتوا، وبجد والله العظيم ربنا هتلاقوا كرم ربنا يعني كبير جدا. بس يا رب يا رب يا رب الاقيكم بعد الفيديو ده ان شاء الله، تكتبوا لي ان انتوا وصلتوا للكليه اللي انتوا عايزينها، او ايا كان ربنا هيعوضكم باللي انتوا عايزينه باذن الله، انا واثقه من ده. وبس يا جماعه، ادعوا لي وادعوا لكم، انا ادعي لكم ان شاء الله في ثانويه عامه ان شاء الله. وانا كمان عندي امتحانات على فكره، انا عندي امتحانات. بس يا جماعه ما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وفولو لو انتوا اول مره تشوفوني. فانا زهوره، واهلا بيكم في عالم زهوره. وبس اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات تانية ومحتوية عن السكن والحياة الجامعية، ودلوقتي محتوية عن سنة التخرج. فتابعوني لو انتوا اول مرة تشوفوني. بالمناسبة هو ده مش سر تقريبا، دلوقتي انا ان شاء الله هتخرج من كلية الآثار جامعة القاهرة. انا ما كنتش متوقعة في حياتي ان انا هكون نجيبة متولي الخولي التانية واتخرج ان شاء الله من جامعة القاهرة ان شاء الله. ادعوا لي ادعوا لي يا جماعة، عشان بجد اخر شهر ده حاسة ان هو معصلج معايا، يعني الدنيا صعبة. احنا نشجع بعض بقى ونعمل استادي ويزمي عشان نذاكر مع بعض. بجد حبيت اقول لكم كده لو انتم مش عارفين. بتاعي كنت عايزة كلية الألسن، ولكن عادي شاء القدر ان دخلني كلية الآثار، ولكن هذا من فضل ربي. بس كده حاسة انا رغيت كتير، انا رغيت كتير صح، انا رغيت كتير، بس انا كنت عايزة ارغي كتير معاكم عشان انتوا وحشيني. مش عايزة اقفل الفيديو، انا مش عايزة اقفل الفيديو دلوقتي. بس كده يا جماعة، مش عايزة اطول عليكم الصراحة، بس لو ما عملتوليش فولو على الانستجرام دلوقتي هزعل منكم. مش هقفل الفيديو غير لما تعملوا لي فولو. يلا خلاص هقفل الفيديو دلوقتي. على السلامة. سامباي جومبا. أنا مش عايزة أقفل الفيديو. سامباي جومبا. خلاص بقى أقفله. خلاص سامباي جومبا. طاقتي خلصت، رجلي وقفت، كل دنيتي، وبرضه الناموسة لسه عايشة معانا. يعني أنا بجد أعمل إيه في حياتي؟ يلا خلاص على السلامة.